مستندات اكبر من النتائج اللي على ارض الواقع. عايزين تجربة؟ النظام خاضع للتجربة ولا إعادة التجربة ولا إعادة التجربة، وفي كل مرة هتلاقوا نفس النتيجة، ألا وهي التشافي التام من كل الأمراض والأعراض. النظام حق وحارب عشانه، مش هيتظلم وهو حي وهو كمان ميت. ليه تتمنع وقف نشر فيديوهاته؟ وليه تتمنع النظرية تماما دون النظر فيها ودراستها؟ ليه ما تتشكلش لجان ومؤسسات بحثية لبحث النظرية ودراستها ومناقشتها دلوقتي؟ أنا بطالب بإلغاء القرار ده، وإن تتشكل لجان لدراسة النظرية على أرض الواقع. هو ظلم وهو حي، وأنا مش هسمح إن هو يتظلم تاني بعد موته بدون أي وجه حق. أمانة ورسالة حق، وإنت عرفت سبب مرضك. ما تسمحش لحد إن هو يسحبك لظلمات الجهل تاني. دي ظاهرة، ادرسوها واثبتوا صحتها من عدمها. واستحالة وتحدى اي حد ان هو يمشي على الخمس الطيبات وان هو يشتكي حتى من عرض واحد. ما سألتوش نفسكم ليه حملة التشويه اللي عليه دي والحرب اللي عليه بعد ما مات؟ هو في ميت بيتحارب الا لو كان على حق، وسبحان الله وبموته وكأن اهل الارض اتجمعوا عليه عشان دي رسالة حق، وهو ما خشاش غير الله ولم يتخذ وليا غيره، ودي قالها امانة لله، وبقت امانة ورسالة حق لكل حد وصلت له، وبقى متشافي ومتعافي. وهو زي ما قالكوا دي حرب وعي، ما تخليش حد يسحبكوا للظلمة تاني ويرجع يستجهلكوا تاني. انتوا بقيتوا واعيين وعارفين سبب مرضكوا، مش من حق حد ان هو يمنعني ويقول لي امشي على ايه ولا ما امشيش على ايه. استحالة تمشي الناس عليها وتعمل تجارب على النظرية وتدرس الظاهرة دي الا وهتلاقي التشافي التام عليه. لكن عادي ان الناس تاخد ادوية على امراض هي سببها النون كوز اصلا مش معروفة السبب. امال بتعالجني بناء على ايه؟ ونظريته بقى هي اللي بيتشكك فيها وهي اللي هتموت الناس. واي كلب هيخوض في عرضه وهينتهك حرمته وهو ميت انا مش هسيبه. واخرهم الكلب اللي اسمه كريم كراته زي ما كان دكتور ضياء مسميه، مثلهم كمثل اكل الجيفة، بتخوض